السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض الكفتة بطريقة حلوة، هنعملها بطريقة صلصة خفيفة، وخاصة عشان صيام رمضان، ولا بتوم ولا ببصل ولا بأي حاجة خالص. الفيديو ده هنعرف نسويها ازاي. الفيديو ان شاء الله بإذن الله جاي، استنوني. هنعمل عجينة الكفتة في البيت من غير ما تقفي بره وتعمليها، ومن غير كبة. هتعمليها من غير كبة لان مش كتير قوي بيبقى عنده الكبة. نعملها بطريقة حلوة اقتصادية ومتماسكة معاكي زي كده، ومش هتفك معاكي. وهنعملها بطريقتين، ممكن مع الفريك وممكن مع الرز. وهنعمل نص كيلو لحمه مع كيلو رز. انا عملتها قبل كده وما فكتش معايا وكانت حلوه جدا جدا. وهنحط مكون فيها هيخليها لك كانك حاطه كيلو لحمه على كيلو رز. بجد حلوه خالص، والصلصه جميله. هنعملها بطريقه حلوه برضو معاكم في الفيديو ده. ممكن تعملي معاها رز او مكرونه براحتك خالص. تمام. انا هنا العجينه كنت طبعا مفرزاها مثلا في الفريزر، وبطلعها قبلها مثلا بساعتين عشان تفك كويس. خلاص. انا ببدا بعد ما بعملها واخلصها وبتبقى متماسكه معايا العجينه، ببدا بقى اصبعها. ولو لقيتيها ملزقه معاكي بتحطي حبه زيت صغيرين كده، وتبداي تصبعي على الشكل اللي انت عايزاه، سواء كور او صوابع كفته العاديه. تمام. ويا ريت اللي ما اشتركش بالقناه يشترك عشان يوصل له كل جديد، وعشان يوصل لك الفيديو اللي احنا هنعمله مع بعض ان شاء الله باذن الله. الكفته اللي هنفرزها ونعملها في البيت ان شاء الله باذن الله. انا ببدا اصبعها بالشكل ده. تمام. مش ملزقه خالص، والخضر بتاعها حلو جدا. انا ببدا هنا بقى افرزها ازاي. ان انا بجيب اطباق فل زي كده كده عندنا كلنا، بعمل بالطول وبالعرض، بحط صوابع بالطول وصوابع بالعرض عشان لما تيجي بعد كده تفك ما تبقاش ملزقه ببعضها. وبتطلعي الطبق قبلها مثلا بحوالي ساعه بس كده، وبتبداي بقى تحمريها وتطبخيها عادي. والكميه اللي انت عايزاها على حسب عدد الاشخاص معاكي. خلاص. انا ببدا هنا افرزها، وبعد كده احط الطبق في كيس واشيلها في الفريزر. خلاص. انا هحمر معاكم دلوقتي برضو شويه اللي هنعملهم. بجد حلوه جدا، هشه وخفيفه من جوه، مش كبسه ولا حاجه. وطعمها حلو جدا جدا، وما فكتش معايا ولا حاجه. انا بعمل الصلصه ازاي؟ من غير بصل ولا تومه ولا اي حاجه خالص. بحب اعملها خفيفه علشان رمضان وكده. فانا ببقى حاطه معلقتين سمنه، وبنزل عليهم بصلصه الطماطم. وبعد كده بحط عليهم معلقتين صلصه، يعني بحط الطماطم وبعد كده بحط معلقتين صلصه. بحط بقى البهارات بتاعتي، بحط مرقه وملح وكزبره وفلفل اسود، بس كده. وبسيبهم يغلوا شويه على البوتاجاز. وبحط بابريكا لو عندك، ما عندكيش مش مشكله. بحطهم بعد كده يغلوا على البوتاجاز حوالي نص ساعه. وبعد كده بحط الكفته وبتستوي معايا. بتاخد حوالي نص ساعه على البوتاجاز سوا، ما بتاخدش معايا حاجه. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.